This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. التليفونات الذكية هي من نوع الممتلكات اللي لها رمزية. إذا نذكر أيام زمان قبل ما تشتري الجوال كان في حماس، وانت تبحث عن أحسن جوال وتفكر لما تختار اللون والحجم المناسب لك ومساحة الذاكرة، وفي طريقك للمحل تحس إنه عيد يا رجل. وفي بعض الدول الناس يصفوا سرة بالأيام علشان يكونوا من أول المشترين. I've come to the Apple store on Regent Street to talk to the very patient man at the front of the queue for the new iPhone 5S. And what's the 5S going to do that the 5 doesn't do? Realistically, probably not much. There's a fingerprint scanner, which is very cool. So you've queued for 3 days to buy a new phone that is not going to do much more than the phone you've got at the moment. At the end, the walkway is something new that we all want. وأول ما تمسك التليفون تبدأ تدلعه، تحط فيه غلاف، واقي شاشة، وتغير الخلفية، وتلعب فيه بالساعات. يعني الموضوع كان محمس. بس مؤخرا الموضوع هذا تغير. الواحد صار يغير جواله لما يصير بطيء أو يبدأ يعلق أو ينكسر. والمتعة ما صارت من الجهاز نفسه، صارت في التطبيقات اللي داخله زي الانستغرام، التويتر أو الألعاب. وعموما التليفونات اللي نزلت في 2021 ما في فرق كبير بينها وبين التليفونات اللي نزلت في 2023. كلها شوية تطويرات في السوفت وير، في الكاميرا، في نيو فيتشرز. يعني الموضوع ما صار يستاهل ال500 اللي يطرحوها عليك الشركات زيادة في منتجاتهم الجديدة. يعني بدل الجوال يروح لكاتيجوري أو زاوية الغسالات والثلاجات اللي هي منتج مهم وفعال جدا، بس ما نغيره إلا لما يخرب ويجيب آخر. حتى عيال بابا وماما اللي كانوا يغيروا جوال كل سنة بدأوا يهدأوا. وهذا الكلام ما هو من كيسي، هذا كلام شركة كاونتر بوينت، شركة متخصصة في البحث في أسواق الإلكترونيات. اللي في بحثهم لسوق الإلكترونيات في سنة 2022 أثبتوا إن شحنات التليفونات قلت بنسبة 1.2 بليون شحنة مقارنة بسنة 2021. طيب إيش السبب اللي خلى السوق يطيح هذه الطيحة؟ ممكن صارت الجوالات مملة، ممكن نحن تعودنا عليها، أو ممكن السوق بدأ يتغير. وهذا المنتج هو ال VR وال AR Glasses. منتج نسمع عليه من كم سنة لكن مطنشينه. حتى لما تشوفه في محل الألعاب أو تشوفه في المول أو تشوفه في إيفنت بيزنس ما تمشي من جنبه، ممكن تعطيه نظرة نظرتين بس، لكن مرة ما ياخذ انتباهك ولا تتوقع انه هذا هو المستقبل. ممكن تقول لي لا يا عمر، هذا المنتج موجود من سنين ولا حد معبره، وحتى جوجل نفسها صممته واعلنوا عنه بطريقة خرافية، لبسوها لناس محترفين في القفز وخلوهم ينطوا من فوق الطيارة الى سطح المسرح وتمشوا داخل المبنى بسيكل الين ما وصلوا للمسرح نفسه وهم لابسين هذه النظارة، وكل هذا وهم مسوين بث حي في جوجل هانج اوت. في النهاية فشل الموضوع ووقفوا التصنيع. اتفق معاك، الكلام صحيح، بس ممكن يكون ما هو وقتها. في احيان كثيرة يكون المستهلك او السوق نفسه ما هو مستعد انه ينط النطة هذه، بس هذا مو معناه انه المنتج غلط، معناه انه المنتج هذا نزل قبل وقته. وحاليا هذه الايام كلنا نشكر في شركة تسلا وايلون ماسك، لانهم هم انتجوا لنا اول سيارة كهربائية نقدر من جد نعتمد عليها. بس الحقيقة تقول ان هم ما هم اول شركة ولا اول شخص حاولوا انهم ينزلوا هذا المنتج للسوق، وبالعكس بعيدين مرة جدا انهم يكونوا اول شركة او اول شخص، لان اول سيارة كهربائية كانت في سنة 1890، وحتى في التسعينات كان في سيارة كهربائية من جي ام اسمها IV1 باعت تقريبا 2000 وحدة، بعدين وقفوا تصنيعها وشالوها من الطريق ورموها في الزبالة. وهذه الايام كل شركات السيارات منها بي ام ومرسيدس ورينج روفر بدأت تصنع السيارات الكهربائية، ولا حد ابدا يذكر الاي في 1 اللي سوتها جي ام. وكلنا نذكر الفاين، اول ابليكيشن الفيديوهات القصيرة العمودية، او ممكن نقول اول تيك توك، بس ما اشتهر زي التيك توك وصار واحد من اكثر التطبيقات اللي تحملت، واكثر تطبيق تم تحميله في سنة 2022. فشل الفاين والاي في 1 ماله الاستنتاج واحد، ان المنتج نزل قبل وقته والسوق ما كان مستعد لهذا النوع من التكنولوجيا. بس ما علينا، خلينا في الموضوع اللي نحن فيه اليوم. أنا اللي خلاني أسوي الفيديو هذا كله كلمة واحدة، أبل. في إشاعة هذه الأيام تدور إنه في الإيفنت الجاي
لشركة آبل اللي حيحصل في نص السنة هذه، حيعرضوا عن منتج هم لهم فترة يخططوه ويصمموه، اللي هو نظارات VR من شركة آبل نفسها. وعموما آبل هي من الشركات اللي ما هي معروفة بروح المغامرة أبدا، زي شركات مثل سامسونج ولا أوبو. كل حركة في شركة آبل محسوبة، وكل منتج محسوب بالمليمتر. دائما ينزلوا نفس الشكل أو المنتج، والتعديلات تكون خفيفة في الكاميرا أو في البطارية ولا في السوفت وير نفسه. يعني دائما شركة آبل تلعب على المضمون. وعموما ما حيدخلوا منافسة في منتج زي نظارات ال AR علشان يتونسوا ولا يضيعوا وقت ولا يجربوا. هم في الأغلبية بدوا يحسوا في التغيير اللي حاصل في السوق، أو يمكن إن مبيعاتهم قلت لأنهم ما صاروا يبيعوا تليفونات بالشكل اللي كانوا يبيعوا فيه السنوات اللي فاتت. وهذا لأن الزباين اللي اشتروا تليفونات في 2020 2018 2019 لسه ما غيروا للحين. احتمال كبير انهم ماسكين نفس التليفون اللي اشتروه في هذيك السنة. واحتمال يكون ان شركة آبل حابة انها تجدد الحماس على منتجاتها، وعلشان يجددوا هذا الحماس ضروري منتج جديد، منتج يقدروا يطوروه كل سنة ويسمح لهم انهم يبيعوه زي ما باعوا الايفون. بس الموضوع صعب، ما نقدر نشوف الجوالات اللي زي آبل وسامسونج فجأة يختفوا، لأنه المنتج متكامل. بس هذا مو أول مرة يحصل. لو رجعت لورا حتتذكر منتج اللي هو الآيبود. الآيبود سوى الآبل أرباح بالمليارات، ومع الوقت اضطروا يكنسلوه لأن الآيفون غطى عليه. صار الآيبود جزء صغير داخل الآيفون. وحتى النقلة من التليفونات اللي كانت بأزرار إلى شاشة كاملة كان فيها شك كبير في السوق، بس لكن نجحت. والشركات اللي ما تهوروا وقبزوا في الترند هذيك الأيام زي شركة نوكيا وشركة بلاك بيري حصل لهم سلام عليكم. عليكم السلام. وعلى حسب الإشاعات النظارات الذكية اللي حينزلوها آبل شكلها زي كذا. الاسم ممكن يكون آبل AR Pro ولا VR Pro، ما يهم. المهم انك لما تشوف الصورة المسربة هذه تبدأ تسأل نفسك ايش هذا يا رجل؟ شكله كتلة. هذا الشيء اللي حيرتبط في راسك مستحيل يكون جهاز يومي، يعني مستحيل اشتريه. وكيف تستخدمه كل يوم؟ بس المصادر والأخبار اللي نقلت عن ناس شغالين داخل شركة آبل تقول غير كذا تماما. مؤمنين جدا انه هذا المنتج وهذه التكنولوجي هي المستقبل، وهي اللي حتبدأ تغير في السوق في الايام الجاية. زي ما الايبود غير سوق المسجلات الصغيرة، والايفون غير سوق التليفونات، وحتى زي ما غير الاي ماك سوق اللابتوبات. وفكرة المنتج هذا انه حيسوي لك كل حاجة يسويها لك الايفون حقك والاي ماك، بس بطريقة ثانية. يعني انك ما حتكون تستخدمها، انت حتكون لابسها، انت حتكون داخل فيها. هي ما حتكون اكستنشن لك، هي حتكون جزء منك. يعني حتغير من الطريقة اللي تتفرج فيها على اليوتيوب، وطريقة تواصلك مع معارفك زي اهلك واصحابك، وحتى طريقة استخدامك للماب او الخريطة وانت ماشي ولا وانت سايق. بس هذا الشيء ما يكفي. نحن مستحيل نلبس هذا الشيء كل يوم ونمارس فيه حياتنا طبيعي. بس زي ما قلت لك قبل شوية، آبل ما هي من الشركات اللي تحب المغامرة. هم سووا بحثهم ودرسوا السوق وفاهمين هذا الموضوع أحسن منك ومني. هم في الأغلبية يكونوا منزلين هذا المنتج تضحية علشان الناس يتحمسوا ويبدأوا يتفاعلوا ويبدأوا يثير الفضول في السوق، أو ممكن نقول يرجعوا الحماس للمنتجات، وعلشان يرجعوا زباين آبل يوقفوا سيرة بالأيام زي أول. بس خطة شركة آبل إنه بعد كم سنة حيتحول هذا المنتج إلى نظارات ذكية، وشكلها تقريبا زي النظارات الطبية أو النظارات العادية اللي نلبسها كل يوم في حياتنا. وهذا جزء من خطة آبل لدخول السوق. يعني خليك من أول منتج اللي يمكن يكون اسمه سمارت جلاسز برو 1، وخلي عينك على سمارت جلاسز برو 5 ولا برو 6. هناك حيبدأ التغيير. وأصلا التغيير من تليفونك إلى نظارات الAR ما حيحصل في يوم وليلة. الموضوع خطوات الشيطان. أول خطوة حيكون اكسسوري زي الساعات السمارت، وبعد ما يعصروا مرحلة الاكسسوري تمام ويطلعوا منها كل الفلوس حينتقلوا للمرحلة الثانية اللي حيكون فيها نظارات AR جهاز منفرد. والخطوة اللي بعدها اللي هي التطوير بالمراحل. يعني كل سنة بطارية زيادة، صوت أفضل، يبيعوا ابليكيشنز مخصصة للنظارات، اكسسوريز لها، أو ممكن اشتراكات وسبسكريبشنز. وهذه هي أصلا طريقة شركات التكنولوجي علشان يضاعفوا الأرباح في السوق. حتى لو كان عندهم منتج كامل ما حيعطوا لك إياه مرة واحدة، حيقسموه على كم سنة، يعني عشان يربحوا فلوس. وعموما أنا في بحثي هذا دخلت دوامة كبيرة واحترت يا رجل. في تكنولوجي نازلة، شركات زي جوجل وفيسبوك وآبل بدوا يتسابقوا عليها، والموضوع طلع كبير جدا. وكل ما أبحث أشوف إن الموضوع من جد بدأ يكبر. أنت تتوقع إنه الآيفون حيروح من يدك وحتستبدله بنظارة؟ فأنت إيش رأيك في الموضوع هذا؟
واكتب لي تحت رأيك، خلينا نتناقش، خلينا نوصل أنا وياك لزبدة الموضوع. وحاب أقول لكم رمضان كريم وكل عام أنتم بخير وصحة، والله يعيدوا علينا بالعافية. وأنا حسوي لفة وحرجع لكم. سلام.